مرحبا. حبيت اليوم أتكلم لكم عن عطور من دار الطيب. عطور شتائية فخمة، مو كل واحد يتحملها. عطور جميلة، بس مو كل خشم يتقبلها. أنا كنت ماخذة عطر غيوص وعطر شهلة، بعتهم لأني ما تحملت الرائحة. الريحة بروحها بالنسبة لي غير متقبلة، مع أن العطور فخمة وشمها على ناس وايد حلوة. فاليوم رحت مرة ثانية دار الطيب، كنت أدور على العطور الجديدة، في كسرة عود، في الورد الطائفي، فشميت هذيل وحطت لي الموظفة عطر، فقمت وحطيت العطر، خلطت عطر على واحد من هالعطور. الريحة تغيرت 180 درجة. الريحة صارت ريحة فخمة، ريحة عزايم، ريحة مناسبات، ريحة زواج، معاريس، هذه حفلات العرس وغيره. هذه الريحة تمشي معاهم للأمانة، وبكل شفافية قاعدة أكلمكم عن هالعطور. هالعطور فخمة، في ناس تقبلها، أنا ما قدرت عليها فكسرتها بعطر من دار الطيب، عطر تاج. خلطته مع عطر شيلاء، هذا هو عطر شيلاء ثمين، عطر غيوص، وعطر لورا. هذه الأربع عطور، هذه مني صغار، ينباعون ببوكس، قيمته 80 دينار كويتي. في الأربع عطور 4 جواهر للأمانة، لأن هذيل العطور مطلوبين عندنا بالخليج لدرجة مو معقولة. الكل يحب هالعطور لأنها فخمة. عطور اللي يحطها ماكو أحد ما يسأل عنها، فخمة فخمة فخمة، بس مو الكل تمشي عليه. أنا لأنها العطور ما تمشي علي، كسرت اليوم عطر من هالعطور، عطر تاج. الرائحة روعة روعة روعة، عشان شي أنا خذيت المجموعة كلها، الأربع الصغار، صفقة. أقدر أكسر كل هالعطور بهالعطر تاج. جربته وشفت الريحة وللأمانة حتى الموظفة قالت ينكسرون هالعطور بهاللاين، لاين هالعطور، لاين تاج سفاري. بعد في عطر وايد حلو على كمبودي، دسمان. دسمان ما أعتقد تقدرون تكسرون مع هالعطور، لأن هالعطور قوية وايد، ينكسرون بعطر تاج. للأمانة اللي يبي هالعطور أو ما يتحملها أو يبي ريحة يعني مميزة، يكسرها بعطر تاج. أتمنى تروحون وتجربون قبل لا تشترون وتشوفون.